ندور معجون الطماطم مالتي وين. نسيت الكارت مالتي بالسيارة. مطر قوي، يمكن اجيب الميز هنا اكل. طعم مالتها حلو حامض مالح. اليوم هم مغيمة ومطر. شوف صاير جوا بهذا النهر او المجرى مال المي. بالعادة بيه هنا استدارة، هسه صايرة كلها مجرى واحد، راحت الاستدارة. الفطور مالتي بيض وبوتيتا ولحم، شوية جيمر وعسل كالعادة بالاستقبال. خلينا ننزل اذب الزبالة وجاي ام السكن على مود تشوف بعض الاشياء الخربانة بالسكن حتى تغير. راح ابو السكن اجى بس بدل بعض الاضاءات الخربانة، باكر راح يدز فني يجي غير البنكة. هسه طالع المختبر، عندي شغل قليل اليوم اخلصه وارجع على السريع. خلصت من المختبر هسه رايح للاسواق، يلا تعالوا وياي. صار كم يوم اريد اروح للاسواق بس ما دا يصير وقت، لو ازدحام لو بالليل مالي واسع طلع، والمسواق مالتهم دائما بالليل خلصان مثلا الاشياء، فيسوون الصبح ريستوك او بالليل من يعزلون. اللهم صيبا نافعا. هاي الامطار مال اليوم، هاي من اقول لكم امطار تقريبا يومية يعني، فالواحد شوي يصير عنده ملل من الجو، بس يعني اكيد لو واحد مقطع عليه المطر دائما هم راح يمل من الجو بدون مطر، بس يعني الحمد لله على كل حال. عدها تمطر. العصاير بالعادة اخذها من هاي الشركة 100% جوس ونو ادد شوجر. اخذت منها الجبن موزاريلا 175 غرام سعرها 14 رنجت ونص. اخذ منها الخبز 5 خبزات 5 رنجت فاصلة 2. يفيدني مرات سناك بانواع ثوم وغيرها وبصل. الخبزاية الوحدة 154 سعرها. هذا السي سالت سعرها 3 رنجت تقريبا. بطاطس 2 رنجة. هذا المكان اكيد حفظتوه هسه، ما حاجة اقول لكم جاي اخذ خس. ناخذ بس واحد لان كلها تعبانة. اخيرا جايبين بيبي سبينش. مرة راح اخذ من هاي النوعية، هاي الصغار. طعمه حلو هذا، تحسه غريب يعني مو نفس طعم الموز العادي. هذا التفاح طلع كلش حلو، مو حامض يعني، صح اخضر بس مو حامض. هذا هنا اللحم المفروم. عندهم دجاج ولحم متبل، عندهم انواع مال اللحم همين. راح اخذ منها النصاع الكيلو ب16 رنجت، جدا لذيذ هذا. هذا صدر دجاج وهذا معهم مال اللحم. هاي ريب باي 15 رنجت، يعني يقول 5000 دينار تقريبا، بس كلها شحن من مشكلة. 350 غرام هاي. اسعار البانجون. اخذ من هذا. ندور معجون الطماطم مالتي وين، شو مختفي. لوني صاير اعمى. معجون الطماطم شباب. هذا توميتو. ترى المعجون مالتي معودين شباب. ما لقيته معجون الطماطم، مختفي اليوم. فاخيرا لقيتك، بس ماكو نوعية كبيرة، بس هالصغار مغيرين مكانه. هذية والله هذية. خلي اصور لكم قسم التخفيضات اليوم.
هذا الركن دائما بيه مال تخفيضات، بيه معجنات، انه مثلا مالت البارحة محل مشتريها، في مدري شنو هذا شنو، هذا طحين. هذا الشكل اللي عليه هذا يمكن مال الهنود، هاي يسوون حلويات مالتهم، معجون من هذا، بس هذا ويا ريحان. كان ب18 و9 صاير ب9 و45. الاكسباير مالته شهر 12 26/12. هذا كاتشب كان 12 صاير 6. نسيت الكارت مالتي بالسيارة. السوق مالتهم موجود اليوم ويا المطار. هم حاطين بوابة بالكارت بس انه مجاني يعني، بس شغلة تنظيمية يعني، حتى ما حد يحط سيارته ويعوفها ويروح. بس لازم بيها رصيد البطاقة، بس انه مجاني هو. الساعة صارت ب8 والمطر بعده متواصل، ما ادري اذا صوته واضح او لا. يلا خلينا ننزل التمرين هسه رجعت خلصت التمرين مالتي. اليوم كان عندي الليكس داي وركضت ال5 كيلو، وبعدها تمطر برا والهواء كلش بارد وكلش قوي. درجة الحرارة اليوم وصلت لل25، نادرا ما اشوفها 25. هذه وجبة العشاء مالتي اليوم، رز وهاي بوتيتو بيها دجاج وجبن، وهاي سلطة خليت لها من هذا اشتريته قبل كم يوم، اسمه روستد سيسم. خل اجربها وانطيكم رأيي بيها. الجو بعده مطر قوي، يمكن اجيب الميز هنا اكل. طعم مالتها حلو، حامض مالح، قريب على طعم الطحينة همين، حموضة مو حيل قوية.